يعني حاجه فيها شبهه حلال وحرام، فانت هتبعد عنها، يبقى بالتالي انت مش هتروح ناحيه الحرام. حاجه حصلت بقى غير مقصوده، ده شيء تاني. يعني انا مثلا لما باجي اشتري من حد مزرعته وهو بيصفي، والله يعني في ناس تبص تلاقيها بيبدا العين مثلا يقول له ب 30 جنيه، على اساس ان هو يوصل ل 35 ويخسف بيها الارض. انا معروف عني ان انا بشتري بالسعر اللي هو المعتدل المتوسط، اللي ما يخسرنيش انا كمان، لان انا راجل باخدها بعيد تصنيعها من تاني. فليا ظروف في رينج السعر بتاعي ما اقدرش اتخطاه، حتى لو الشغل زيرو. وبالتالي ساعه ما بيبقى قدامي شغل يستاهل اكتر من كده، انا بقول له والله انت شغلك قيمته عاليه عن كده يعني، بس انا الرينج بتاعي محدود في النقطه دي. فاذا كان لك فرصه انك تبيع لحد تاني، توكل على الله. مفيش والدنيا واقفه خلاص، فانا اللي هشتري. بس انا سعري ظالم شغلك، ومع ذلك انا ما اقدرش اشتري اعلى من كده. والله بوضح النقطه دي دايما. يعني اخرها امبارح واحد بعت لي صور لشغل، قلت له والله شغلك انت لو هتسالني انا، او مع ان انا اللي بشتريها، هقول لك يعني سعري اعلى من كده ياما، بس انا حاكمني سوق اللي انا بشتغل فيه، لازم يكون رينج السعر كذا. في ناس تدخل تخسف بالحاجه الارض وتقول لك هي ما تساويش اكتر من كده، ويقنعك بكده ويشيلها. فدي برضه من ضمن الحاجات اللي فيها شبهه. الايمان الكتير، الحاجات اللي زي دي الواحد بيخلي باله منها. اصل في الاول وفي الاخر هي الموضوع كله مش فلوس، يعني احنا مش بما اننا ناس بنفكر في التجاره ومش عارف ايه فبقت حياتنا كلها هي فلوس، لا. في حاجه اسمها حلال وحاجه اسمها حرام برضه. وبالنسبه لفلوس الناس، يعني انا كنت اول ما بدات والله ممكن ما كنت بنام بسبب بسبب النقطه دي. كنا مثلا الرجاله تطلع تجيب شغل، لو جابوا غدا ابقى اشوف بكتب بالورقه بالجنيه زي ما بقول، بكذا طعميه بكذا مش عارف ايه بكذا ايه، كل حاجه لازم تتكتب. طول الشهر في عندك حاجات بتطلع من المصنع حاليا، كل حاجه بتتكتب حتى لو خرده، كل حاجه بيبقى معمول حسابها بالورقه والقلم. ليه؟ عشان تحري الحلال من الحرام، وربنا يبعد عننا الحرام. اما بالنسبه لابتلاءات المرض او حاجات زي كده، الانبياء عليهم السلام كانوا اكثر الناس ابتلاء. سيدنا ايوب، لو الموضوع بقى بالذنوب، لو الابتلاءات بالذنوب، يبقى سيدنا ايوب بقى على كده كان ايه؟ اللي قعد كام سنه المرض اكل جسمه، وهو كان نبي. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تاذى كثير كتير جدا. غيره من الانبياء اكثر الناس ابتلاء، وبعدهم الصالحين. فدايما ليه الناس بتخلط ما بين الابتلاءات والذنوب او الحرام او كذا؟ مش شرط. بالعكس احنا عندنا نماذج كتير جدا زادوا في طغيانهم، وما شاء الله ربنا بيزيدهم كل يوم عن يوم غنى. فدي مش مرتبطه بدي. بالعكس الابتلاءات دي بتكون تكفير لصغائر الذنوب، وفي نفس الوقت انك ايه، تقول الحمد لله. فدي مش مربوطه بدي خالص، وعمري ما حسبتها كده. انا عايز اقول لك ان الناس اللي هتسمع الفيديو ده هيتعلموا منه. انا اتعلمت منه قبلهم، انا هتعلم من الفيديو ده قبلهم، وفي حاجات كتير بتتغير في تفكيري بسبب الكلام بتاع حضرتك. يعني بصراحة يعني الله ينور يعني. بالمناسبة، حجم التصفية اليومين دول بنسبة حجم إقامة المشاريع الجديدة، مين أعلى؟ الناس اللي بتصفي ولا الناس اللي بتبني مشاريع؟ ما هو أنت بتتعامل مع ده وبتتعامل مع ده، فأنت أكتر واحد هتقدر تطلع نسبة مئوية مثلا، وتقول إيه أكتر حد بيبيع وإيه أكتر حد بيصفي وإيه أكتر حد بيشتري. كان دايما قبل كده يقولوا في كل ازمه، يعني كل سنه، في نهايه الصيف او في بدايه الصيف اقصد، كانت الناس بتبدا تصفي نظرا لنزول السعر ومشاكل الصيف والحاجات دي كلها. فكانت الناس تقول التصفيات كتير جدا. كنت انا دايما الجمله المعروفه عندي ان انا اقول في واحد بيصفي بيدخل مكان واحد. هي كانت ماشيه كده دايما، حتى في عز الازمات بتاعه اللحم واللحم كتير ومش عارف ايه، فكانت الناس تصفي بسبب المشكله دي. برضو كان دايما اللي بيصفي يصفي واحد يدخل مكان واحد. دايما كانت ماشيه كده، حلقه دايره دايما، من اول ما اشتغلت في المشروع ده. ولكن حاليا لا، التصفيات ممكن يصفي 10 يدخل مكانهم واحد، ومش بنفس مش بنفس الحجم يعني بتاع قبل كده، ان مثلا واحد داخل هيعمل 100 ام 200 ام، لا، كلهم حاجات بسيطه جدا. يعني اللي بيبداوا حاليا اللي عايز بطاريتين اللي عايز ثلاثه، فمعنى كده انها مش مشاريع، ده ناس بتاخد حاجات للبيت. انما اللي كحد بيدخل حاليا للمشروع تجاري، لا مفيش، او قليل جدا يعني. آم، كان قبل كده دايما الطلبيات 200 300 700، عدد العيون كانت كده دايما. كنت دايما تبص تلاقي الحجز بتاعي انت بتاخد ميعاد بعد 20 يوم عشان تستلم. وكان دايما بنواجه مشاكل في ان احنا بنتاخر في تسليم الشغل. من لو تفتكر رمضان اللي فات غير اللي فات، في الفتره دي كنا بنشتغل ورديتين، ومع ذلك كان في ناس بتشتكي مننا دايما ان احنا متاخرين عليهم في تسليم الشغل.
وكانت طلبيات كبيره، كبيره خالص يعني. انا دايما الحجز عندي على فكره بيكون ايه، كنت ماشيه قبل كده ان انت عشان تحجز 100 عين مثلا فانت بتدفع نص المبلغ والنص التاني يوم الاستلام. فكان دايما تبص تلاقي متوفر عندي زي 150 ل 200 الف جنيه، دول حجوزات لشغل هيطلع في خلال الشهر اللي احنا فيه ده. النهارده مفيش ولا جنيه عندي بتاع حجوزات. يعني قبل كده انت كنت سيبك من فلوس الشركه خالص، انت كنت شغال بفلوس الحجوزات كمان، معاك من 150 ل 200 الف دايما انت بتشتري بيهم شغل. لا النهارده اللي حاجز بطاريه أصل انت مش هتقول له ادفع نص ثمنها، في كده. فبالتالي اللي انت شغال الفلوس اللي انت بتشتري بيها شغل فلوسك انت، ودي برضو من ضمن الصعوبات يعني. غير قبل كده. فالتصفيات الايام دي كتير جدا وكميات كبيره. احنا بكره الفجر ان شاء الله العربيه رايحه الشرقيه ابو كبير، واخدين 1200 عين. 1200 عين كميه كبيره برضو، مقابل اللي بيدخل بطاريه واتنين، يعني 6 عيون 8 عيون مش عارف ايه. فالنسبه لا، مفيش نسبه وتناسب خالص يعني عشان تقدر تقيسها حتى بنسبه مئويه. هو زي ما حضرتك قلت في السؤال اللي فات او اللي قبليه، ان اللي اشتغل او بدأ استثمار في الارانب وطن العلف مثلا ب 7 8000 جنيه، صعب يكمل وطن العلف 13 و15 و20 الف جنيه، وانا متوقع ان هو يوصل ل 20 كمان. فهو ده غالبا السبب. فعبال ما الناس القديمه تطلع اللي هي مش مستحمله الاسعار دي او الزياده الفجأه دي في راس المال، المفروض هي تزود راس مال من بره، والناس الجديده اللي هي مستعده تخش على الوضع ده، هيبقى في فرق في وقت. الوقت ده ممكن يبقى قصير، والوقت ده ممكن يبقى طويل. انت تعرف بقى ان انا في الفتره دي انا ضاعفت شغلي 3 مرات. انا ضاعفت حجم شغلي 3 مرات. عشان كده انا في ازمه، في ازمه سيوله، نفس ازمه السيوله. بس في الاخر الدنيا ماشيه، الدنيا ماشيه كويس جدا. ولو في ضغط شويه عليا، بصرف كتير والدخل مش كتير، لا هتتظبط. يعني بعد فتره، في الفرق ما بين الناس الجديده اللي هتخش وتعمل مشاريع والناس الموجوده اللي هتطلع، في وقت الارانب مش هتبقى موجوده، واصلا هيبقى سعرها عالي. الفتره الانتقاليه دي، عبال ما الناس اللي دخلت والسعر عالي دي والربح عالي، عبال ما تخش وتبدا تنتج، هكون انا اصلا بنتج بالفعل. في الوقت ده هكون انا رقم واحد. فعشان كده انا في الوقت ده انا بزود شغل مش بصفي. وشايف ان ده افضل طريقه في التفكير، لان انا اتعلمت في البيزنس السنين اللي فاتت، يعني بره عن الارانب انا بتعلم في البيزنس اصلا عموما، ان الاسواق والفلوس ما بتتبناش او الثروات ما بتتبناش الا في الازمات، في وقت الازمات. مش استغلال على فكره، مش استغلال. يعني البورصه اليومين دول مثلا واقعه، اسعار الاسهم الشركات في الارض. ف فلو حد اشترى دلوقتي ب 100000 جنيه اسهم مثلا وقعد 10 سنين، هيبقى ملياردير تقريبا يعني، او مليونير. فاهم قصدي ايه؟ ده اللي قصدي. انما الاستغلال ده ربنا مش بيبارك لحد بيستغل ازمه عشان يزودها، زي ناس كتير بتوع علف. انا دلوقتي هم موجودين في دماغي حاليا، بس مش عايز اقول اسماء حد عشان مش عايز حد يزعل مني، بس يعني حرام عليهم، يعني حرام عليهم جدا ان هم بيزودوا الازمه. الخامات والعلف موجودين عندهم، بس هم عارفين ان هو هيزيد. هيزيد امتى ما يعرفوش، فهم بيخزنوه عشان مش عارفين هيزيد امتى، وينزلوه لما يزيد. فهو بيزيد عشان خزنوه، وبيزيد عشان مفيش، عشان الدولار، في حاجات كتير. السؤال اللي بعده، معلش انا طولت. السؤال اللي بعده، آه، من 5 سنين لحد النهارده، بس خلينا نقوله من 4 سنين من ساعه ما بدات شركه الاتحاد لحد النهارده، شركه الاتحاد لتجديد البطاريات، انت اول واحد يعمل الفكره دي. بس خلينا نركنه الكلام ده على جنب دلوقتي. من ساعه ما عملت شركه الاتحاد لحد النهارده، في كام مشروع او فكره مشروع انت تقدر تعمله جه في دماغك؟ وادينا امثله منها، وانا المفروض اقول لك ادينا 5 امثله، بس الامثله اللي تيجي على بالك قول لي عليها، او قول للناس عليها. لا هو انا من بدايه تاسيس شركه الاتحاد، كل المشاريع اللي جت في دماغي كلها تخص شركه الاتحاد، بس فروع، يعني نقدر نقول عليها فروع بقى مش مشاريع مستقله. يعني مثلا في مزرعه عجول التسمين، دي ليها فكره عندي وهتتنفذ ان شاء الله عن قريب. لا، في ناس كتير النهارده بتخسر من تسمين العجول، ومع ذلك في ناس بتكسب وبتكسب مكسب كويس جدا، وناس قريبين مني وانا اعرفهم، وكنت انا اللي قايل لهم على الفكره وممشيينها. طبعا مش انا اللي ابتكرت الفكره، هي موجوده، بس انا لفت نظرهم لها ونفذوها بالفعل وحاليا بيكسبوا فعلا. اللي هو مثلا يعني الناس متعوده انها تربي عجول التسمين
ويروح على السوق يبيع. فبالتالي هي ما لمتش الاكل اللي هو اكله، او يا دوب لمت نفسها فيقول لك ده كان حصاله يعني. لا، هو لو مثلا عامل مزرعه من 30 عجل، من اللي هم عجول التسمين الصغيرين، وبيكبر عنده وبيوصله لوزن الذبح، وعنده هو الذبح بيتم عنده هو، وعنده المحلات بيع اللحم ده اللي هي محلات الجزارة، المكسب رهيب يعني. اخر حاجة نفذها حد كنت انا اقترحت عليه قبل كده، امبارح او اول امبارح، كان ذابح عجل ثمنه في السوق 25,000 جنيه، هو بايعه ب 38,000 جنيه لحم. يعني لم معاه 38,000 جنيه، فرق 13,000 جنيه. فتخيل ان انت مثلا كل يومين او ثلاثة بتذبح، عندك فرق مكسب. ده غير ما هو لو كان باعه في السوق، خليه ان هو كان هيلم نفسه يا دوب يجيب مصاريفه زي ما بيقولوا الفلاحين. فهو كسب 13,000 جنيه. آه لو بيذبح يوم ويوم، كل يومين، كل ثلاثة، مرة في الأسبوع، مرتين كده، لا مشروع جميل جدا. وإن شاء الله ده هيكون من تخصص برضه شركة الاتحاد، يعني هيتعمل مزرعة بالطريقة دي. فأي مشاريع أنا فكرت فيها هي كلها خاصة بشركة الاتحاد، ومعمول لها دراسة جدوى ومركونة لحين وقت التنفيذ بتاعها المناسب، اللي هو بيعتمد على السيولة. هي السيولة هي الموضوع كله. لا، انا عندي افكار كبيره جدا، كلها خاصه بالمجال الحيواني يعني، مش بعيده عنه، وهتتنفذ من خلال شركه الاتحاد. غير بقى بعد كده ان شاء الله التوسع الكبير يعني، اللي هو الشركه تتوسع خارج الانتاج الحيواني. زي ما قلت لك قبل كده، عقارات، سيارات، اي حاجات من دي فيها استثمار فلوس عادي، هيكون في تدخل فيه. بس ساعتها هتكون انت قادر على كده، هتكون وقفتها على رجليها الشركه من ناحيه الانتاج الحيواني، فبالتالي تقدر ان يكون في سيوله متوفره لحاجات تانية خارج المجال، ومش هتزعل. معظم رجال الاعمال على فكره شغالين كده. يعني واحد زي نجيب ساويرس مثلا، آه، هو مش شغال في حاجه واحده. نجيب ساويرس اي حاجه تجيب فلوس هو بيستثمر فيها فلوس، سواء كانت مدن ساحليه، شركات اتصالات، اي حاجه فيها فلوس بيستثمر فيها فلوس. هو لسه شاري شركات الاتصالات بتاعت الجزائر مثلا قريب. دي حاجه حاسس ان هي هتجيب له فلوس، عمل شاري شركات الاتصال في كندا، بعيد عن مصر خالص اهو وشغال. في العقارات شغال، بيبني مدن جديده حاليا في الساحل وفي الاماكن دي. فاي مشاريع تجيب فلوس لها دراسات جدوى عندي، ولها وقت ان شاء الله هتتنفذ فيه. الموضوع بيعتمد على السيوله، سواء كانت هتتنفذ بي انا لوحدي، او بمشاركه حد بقى. يعني مثلا في مشاريع لازم انت هتحتاج حد يشاركك فيه، زي مشروع مزرعه تسمين العجول دي مثلا. مشروع بيحتاج برضه ان يكون في حد مشاركك، لان بيحتاج سيوله كبيره جدا. بس فكرته حلو، وطريقه تنفيذه اللي في دماغي كويس، خاصه ان انا ساكن في الفلاحين كمان يعني، فالموضوع هيبقى حلو. هنا معظم الاكل متوفر، بعيدا بقى عن الاعلاف الغاليه والحاجات دي كلها، ففي فتره عمريه للعجول بياكلوا فيها الخضروات والحاجات دي. ده كله متوفر هنا، انت كل اللي هتحتاجه العامل بس، والمكان موجود وكل حاجه تمام. فهي لها وقت معين، بيعتمد على السيوله، وبيعتمد على تفضيه الدماغ شويه، يكون الواحد بس اطمن من ناحيه حاجات تانية، ويجي لها وقتها. المشاريع كتير جدا، وكلها والله معمول لها دراسة جدوى ومركونة لحين التنفيذ لما يجي لها وقتها. كلنا يا استاذ سيد عندنا مشاريع مركونه وفي دماغنا وبنعمل لها دراسه جدوى وبنحاول نطلعها. الله ينور عليك. وده فعلا مشروع حلو ومش اي حد يعمله، محتاج راس مال جامد جدا يعني. فان شاء الله ربنا يوفقك فيه زي ما وفقك في الارانب اول مره، ووفقك في الشركه اول مره وانت عشان بتسعى وبتتقي الله في الناس وفي التعامل مع الناس وفي شغلك وبتعمل شغل كويس، فعشان كده ربنا بيكرمك وبتنجح في اي حاجه بتدوس فيها. وانت قد اي حاجه، نام وارتاح. انت قد اي حاجه بجد. انت شاطر، انت برافو عليك يعني، بسم الله ما شاء الله عليك، انت برافو عليك، انت عملت حاجه يعني في ناس كتير ما تعرفش تعملها. وان شاء الله ربنا يكرمك اكتر واكتر. السؤال الاخير وقبل السؤال السؤال الاخير وقبل السؤال الاخير هسألك سؤال او هقول لك، انا كمربي ارانب او بستثمر في الارانب في التربيه والانتاج، او الناس الجديده اللي هتخش ان شاء الله الفتره اللي جايه، لان انا السلسله الفيديوهات اللي بعملها دي وبستضيف فيها ناس تقيله زي حضرتك وهتقول لنا معلومات وتعلمنا، هدفها ان انا اعمل انتعاشه في المشروع ده تاني واخليه يرجع يشتغل تاني. لازم يطلع حد كده ويخلي المشروع ينتعش تاني. هو انا موجود وفي مكسب، في مشاكل يومين دول، احنا في مشاكل في بيتنا، في مشاكل، انا بيتي وبيتك ومصروف البيت في مشاكل،
حتى لو كبير. اللي بيصرف 1000 في البيت فيه مشاكل، واللي بيصرف 10 في مشاكل، عنده مشاكل، عنده مشكله، العشرة مش مكفيين. فاهم الفكره؟ واللي بيصرف 1000 برضه ال1000 مش مكفيين. فكلنا عندنا مشاكل، بس في وقت المشاكل دي هتروح ومش هتستمر طول العمر يعني. فعايزك تنصحني نصيحة كمنتج أو مربي، وتنصح للناس اللي داخلة مجال الإنتاج الحيواني وخاصة الأرانب، لأن أنا ما بنصحش بالفراخ خالص لأنها صعبة قوي ومجازفتها عالية قوي، إنما الأرانب مجازفتها أقل جامد جدا. وانصحنا نتعلم من مين على اليوتيوب مثلا. يعني انا بنصح العملاء او الناس اللي بتكلمني كلها للسلالات او عايزه تنشئ مشاريع، بخليهم يبتدوا بحاجه بسيطه جدا ويتابعوا على اليوتيوب قناه راجل كده محترم اسمه ارنبجي او حاجه شبه كده يعني. انا معايا اللينك ببعته للناس يعني، لحد ما انا اقدر اعمل محتوى اعلم منه الناس. تنصح مين؟ تنصحهم بايه؟ وتنصحهم يتفرجوا على ايه؟ وقول لنا انت بتتابع مين على اليوتيوب غير عبد الله الشريف اللي انا بتابعه؟ اكيد انت بتتابعه. وكمان سؤال صغير كده، انت دلوقتي بتاخد بطاريات من المزارع اللي بتصفي وبتصنفرها وبتظبطها وبتديها الالكتروستاتيك من جديد وتبقى زي الجديده بالظبط، وبتبيعها بنص ثمن الجديده. ايه بقى خطتك في تطوير الحته دي؟ ولا انت خلاص انت جبت اخرها، ولا لسه فيها تطوير تاني؟ ايه اللي جاي في الحته دي؟ هو بالنسبة لسؤال نصيحتي للناس اللي هي في المجال، اللي يقدر يكمل في الفترة اللي احنا فيها دي ان شاء الله هيكون في مكسب كويس بعد كده. بس يقدر يتخطى الفترة دي او يقلل على قد ما يقدر في الفترة دي لغاية الظروف دي ما تعدي، بس يفضل مكمل. في ناس مكملة كتير جدا. وعلى فكرة ما بيصنعوش اعلاف ولا لهم علاقة بالعمل التجاري خالص. لان الناس دايما تقول اللي مكمل حاليا هو اللي بيبيع علف او بيبيع بطاريات او عنده محل او كذا. لا والله، في ناس اعرفها معرفة شخصية حاليا مكملين لسه، وانا على اتصال دائم بيهم. ودايما بشجعهم ان هم يحاولوا يتجاوزوا المرحله دي طالما ان هو يقدر. بس هم مش بيخسروا برضه، هم مغطيين مصاريفهم لان هم شغالين بفكر معين وطرق معينه، وبيصنعوا علف مزرعتهم بنفسهم برضه. فالناس دي مكمله اي نعم قللوا العدد لغايه المرحله دي ما تعدي، بس ان شاء الله لو قدروا يتخطوها وهم مكملين فهيجنوا ثمارها قريب يعني. مش هتكون الفتره طويله، لان لازم هيكون في حل قريب. بالنسبه للناس اللي هي بقى لسه بتبتدي جديد، اعتبرها كده كده انت وانت بتبتدي جديد بيبقى فيه خسائر. فهي الفتره دي انت ابتدي باقل شيء، واعملها ان هي دي فتره التعليم على ما تكون المرحله الصعبه دي عدت. فهتكون الفتره اللي انت اتعلمت فيها وكده كده كنت هتخسر فيها، بس يكون الموضوع باقل شيء يعني عشان خاطر ما تبقاش الخسائر كتير. اما بالنسبه لليوتيوب انا مش بتابع قنوات خاصه بالمجال خالص، غير والله سبحان الله يعني هو القناه اللي انت قلتها قناه عبد الله الشريف. مفيش غير القناه دي اللي انا بتابعها على اليوتيوب. هو بينزل حلقه كل يوم خميس الساعه 8، انا بسمعها على اليوتيوب. غير كده ما بنشر شغل بس على قناتي الخاصه اللي هي قناه شركه الاتحاد للانتاج الحيواني. بنشر عليها فيديوهات لشغلنا بس، حتى ما بتابعش التعليقات بتاعتها دي كده. لكن على الفيسبوك لا، منتشر بقى في جميع الجروبات. الناس كبار المجال كلهم اصدقائنا واخواتنا وحبايبنا. ده اللي انا بنصح بيهم ان هو يتم متابعته. كان في جروب اول ما بدا النت ان هو ينتشر كده، اللي هو جروب المهندس احمد احمد، ازاي تكون مربي ارانب ناجح. الجروب ده معمول فيه منشور مثبت في اول الصفحه، فيه حوالي 30 او 40 لينك لمنشورات كلها قيمه جدا. لو واحد لسه داخل المجال جديد وقرا المنشورات دي مش هيحتاج يسال اي سؤال عن اي حاجه تقابله في المشروع. الجروب ده كان سنه 2015 تقريبا، ومستمر لغايه النهارده. اي نعم ما عادش الناس عليه زي الاول بتتفاعل كده وكلنا متجمعين عليه، لان النهارده كل واحد عمل جروب خاص بيه. بس الاول كنا كل ليله سهراتنا كلها على الجروب ده متجمعين كلنا عليه. اللي عايز يستفيد، لا، الجروب ده ممتاز جدا ان هو يدخل يفتح اللينكات بتاعت كل مشكله بتواجهه، هيلاقي حل لها. وقناه اليوتيوب بقى في ناس بس انا ما اعرفهمش يعني. وممكن قناتك انت ان شاء الله اللي هي قناه انت هتعلن عن الرابط بتاعها اكيد في تعليقات الفيديو ده. طالما انت اتجهت انك تقدم محتوى فان شاء الله هيكون فيها اللي يفيد اي واحد داخل المجال. وبرضه انا شايف تفكيرك حلو يعني ما شاء الله في الاستثمار، هيستفيد من الفيديوهات اللي انت هتنشرها، خاصة انت هتعمل لقاءات مع ناس كتير، فهو هيستفيد من كل واحد حاجة. وبالنسبة للنقطة الأخيرة في السؤال اللي هي بتاعة تطوير شغلنا احنا بقى، احنا شغلنا حاليا في مصنع البطاريات ان احنا بنشتري البطاريات من الناس اللي بتصفي البطاريات اللي تكون حالتها حلوة وتستحمل انها تتجدد.
بيتم اعاده تجديد البطاريه بالكامل. يعني الاقفاص بتتفكك، ارضيات لوحدها وظهر لوحده ووش لوحده وفواصل لوحدها، وبتدخل الرماله بتتصنفر، بتيجي على السلك الابيض تاني، بيتشال بقى الصدى بالدهان اللي قبل كده، كل ده بيتشال، تيجي على السلك الابيض اللون بتاعه الفضي او الرصاصي لو كان مش مجلفن. وبعد كده بتدخل عندي الفرن، بتاخد دهان الكتروستاتيك اللي هو نفس الدهان اللي احنا بندهن بيه الجديد. ففي تعديلات بتتعمل كل فتره، يعني احنا مش بس في اللي جاي، لا ده اللي فات حصل تعديلات ياما، كل شهر تقريبا بنطور حاجه. يعني قبل كده كنا بنصنفر بالصواريخ والحاجات دي، دلوقتي الصنفره بتتم بالرماله. نظام الدهان نفسه، او انواع الدهانات اللي بنستخدمها، طريقه تجميع الاقفاص، كنا الاول ما بنعملش فيها اي تعديلات، حاليا لا بنعدل القفص تاني لو هو نظامه مش عاجبنا. في تصميمات جديده بعملها على القفص اللي هو القديم المستعمل. يعني النظام الاوروبي اللي هو العين النهارده فيه وصلت ل 400 جنيه، لا انا بعمله من النظام اللي هو القديم ده على القفص القديم العادي. بزود، بس كل شغلي فيه بقى بيكون بايه، بحاجات جديده. يعني انا بزود له الارضيه اللي هي بتاعت بيت الولاده الثابت ده، بسلك جديد بيتعمل عندي جديد، والصاج برضو جديد، كل حاجه بتتعمل في التعديل بتكون بجديد بقى. ما بيبقاش عندك حاجه مستعمله غير القفص بس اللي هو القديم، وبيتعمل منها النظام الاوروبي. ونشرت فيديوهات لها قبل كده، حاجات ما شاء الله ممتازه يعني. وسعرها برضو نص سعر الجديد، زي ما العين العاديه اللي هي النهارده وصلت ل 220 جنيه، فانا العين العاديه النهارده المتجدده عندي ب 100. الاوروبي برضو العين وصلت فيه ل 400 دلوقتي، اللي هي الحاجه الكويسه عندي، بتتعمل ما شاء الله عليها وصاج كويس جدا، وبطلعها 200، ونظام اوروبي ممتاز. ففي تطويرات كتير بتتعمل. يعني عملت نظام قبل كده اللي هو القفص الاربع عيون، يكون الاثنين عين اللي في النص دول بتوع الانتاج، والعين اللي في الاخر هنا وهنا دي الامهات، بحيث ان القفص يكون شامل الانتاج مع الامهات. كل ام تفطم اولادها جنبها عشان ما يحصلش صدمه الفطام اللي بتحصل او الحاجات دي كلها. هي لها مميزات ولها عيوب زي ما الناس قالت. ان انت كده الامهات هتبقى برضو في الدور الثاني لو واحد عايز يعمل دور ثاني، وفي نفس الوقت في ناس بتحب تعزل خط الامهات عن خط الانتاج عشان خاطر الادويه والحاجات دي. بس لها مميزات. بمناسبة السياسة وعبد الله الشريف والمشاكل بتاعت البيزنس نفسها، لأي حد بيبتدي أو جوه البيزنس، أي نوع بيزنس مش شرط الأرانب، المشاكل اللي بيقابلها. أنا الفترة اللي فاتت أنا بحكي ليه وبحكي على اللي أنا بقابله ليه، لأن أنا قبل ما أخش في المجال بتاعي أو قبل ما أشتغل في البيزنس كنت بسمع حكاوي ناس عدت على حاجات، الحاجات دي فادتني. فأنا بحكي اللي بيحصل لي عشان أنت هتعدي عليه في اي مجال، او في اغلب المجالات هتعدي على اللي انا عديت عليه، هتعدي على المشاكل، هتعدي على الاكتئاب، هتعدي على ازمه السيوله، هتعدي ان انت تفضل لحد دلوقتي مثلا لحد الساعه 12 بالليل ولا واحده انت لسه في الشغل. الاستاذ سيد زمانه من بدري ومخلص شغله المفروض خلصان وقاعد بيتكلم معانا فالحاجات دي هتعدي عليك، هتفرمك وتضغطك وتتعبك. انا من قيمه كام شهر كده اكتشفت ان انا اكتشفت بالصدفه ان انا عندي اكتئاب ومش عايز اشتغل ومش عايز فلوس، مش عايز شغل، مش عايز انزل، مش عايز اصحى، مش عايز اي حاجه، مع ان وضعي كويس ودخلي كويس وشغلي كويس وكل يوم بيتطور عن اللي قبله، ومش قادر اكلم العملاء، مش قادر اشتغل، مش قادر. بشتغل وبعمل كل حاجه عشان انا لو ما عملتش ده شغلي كله هينهار، بس انا مش من جوايا انا عايز حاجه بس مش عارف ايه هي. اكتشفت ان انا عندي اكتئاب. اكتئاب بسبب ايه؟ بسبب توقعي التوقعي في التطور السريع قوي، مع اني اتطورت بنسبه كبيره، او في ناس شايفه ان انا حجم تطوري في شغلي حجم كبير، بس ظروف الاقتصاد بقى وظروف البلد وظروف الحياه خلت حجم النمو بتاعي مش هو اللي كان في دماغي. فده عمل لي مع المشاكل اللي بقابلها، مع الحاجات الصعبة اللي بتعدي، مع اوقات الشغل الطويلة، مع الحاجات المرهقة والمشاكل والكلام كتير مع الناس وبتاع. فاكتشفت بالصدفة انا عندي ايه. انا مش عايز حاجة، انا مش عايز اشتغل، انا مش عايز اي حاجة، مش عايز فلوس، وكنت بضيع على نفسي مكاسب كبيرة مش عايزها. انا تعبان ومش عايز. اكتشفت بعد ما دورت شويه انا عندي ايه، طلع ان انا عندي اكتئاب وبدات بقى من اول ما عرفت ان انا عندي اكتئاب بدات اتعامل معاه ان انا عندي اكتئاب وان انا هعيش بيه. وموضوع الاكتئاب ده موضوع صعب واحنا ما كناش نفهمه ولا نعرف عنه زمان ولا الكلام ده كله، بس موضوع صعب وتحس ان انت شايل حاجه على ظهرك انت مش عارف ايه هي، وتقيله عليك انت مش عارف تتحرك بسببها فالحمد لله قدرت اتعامل معاه واول حاجه انا عملتها ان انا حمدت ربنا على اللي انا فيه، وحطيت ايدي على اللي انا فيه كده والوضع اللي انا فيه وحسيت ان انا وصلت لحاجه كويسه، وقللت سقف توقعي شويه وتوقعاتي مع التعب الكبير ده ان انا اوصل لحاجه كبيره. لا، حددت 2 هدفين بس احققهم خلال السنه. قعدت مع نفسي في شهر 6 اللي فات، انت هدفين بس هتحققهم السنه دي، معاك 12 شهر اعمل فيه اللي انت عايزه.
وبالراحه على نفسي كده، وبقيت باخد بريك، وبقيت احاول ابسط نفسي واول حاجه عملتها قبل كل ده ان انا وقفت متابعه كل الفيديوهات السلبيه عن الاخبار وعن اي حد على اليوتيوب، وعبد الله الشريف والقنوات التانية اللي شبهها، والاخبار العاديه اللي جوه البلد وبره البلد. اصل اي حد في البيزنس لازم يتابع كل حاجه عشان يحاول يستشعر الاخبار الصادقه او الصح، عشان لو هيقابله مصيبه كمان شهر، هو بيحل مصايب دلوقتي، عشان هيقابله مصيبه كمان شهر يبقى عامل حسابه بس ان هو جاي له مصيبه، فيبقى عامل استعداداته بس يعني. فاهمني؟ يعني انا الايام اللي احنا فيها دي دلوقتي انا شايف ان احنا جايه لنا مصيبه، والمصيبه دي بتوقع ناس كتير، فانا عملت حسابي عليها، عرفت ازاي المصيبه وعرفت ازاي اللي جاي، واستشعرت وتوقعت اسوأ حاجه ممكن تحصل، ان طن العلف يوصل ل 20,000 جنيه، وان الفرخه البيضاء توصل ل 400 جنيه، ومصروف البيت والحياه ومش عارف ايه مش عارف ايه. ف بشوف لها حل الحاجات دي من متابعه الاخبار ومتابعه الفيديوهات اللي زي دي. بس وقت ما كان عندي اكتئاب انا قعدت فتره طويله بتاع اسبوعين 3 ما تابعش، اما لقيت ان انا بقيت كويس رجعت اتابع تاني. استاذ سيد والله انا يعني مش قادر اوصف لك انا استفدت قد ايه من كلامك ومن كل جمله انت قلتها، انا محتاج اسمعها مرتين. وبرافو عليك، وان شاء الله انا بحييك على مشوارك وصبرك، وبتمنى ليك التوفيق والنجاح اكتر، واتمنى اكلمك تاني و... والوضع يبقى احسن واحسن. وعايز اقول لكم يا اللي بتسمعونا، مفيش طريق سهل ومفيش نجاح متاح لاي حد. النجاح بيبقى نصيب اللي بيعافر واللي بيدور واللي بيحاول يتعلم واللي بيتعب. حضرتك قلت يا استاذ سيد انك في قناه على اليوتيوب اسمها شركه الاتحاد بتعرض عليها شغلك، اللي هو فكره ما حدش عملها قبلك. انا قبلك وحسيت ان السوق محتاجها، وما شاء الله عليك ربنا يبارك لك ويزيدك. انا عارف ان الوضع مش قوي زي الاول عشان الوضع الاقتصادي في البلد كله نايم، فالبيع والشراء مش زي الاول، بس ان شاء الله فكرتك ناجحه وفكرتك مكمله. وبعد كده او في ناس قلدت فكرتك دي على فكره، بس لا، هي الفكره دي بتاعت سيد سلامه. محدش هيجدد بطاريات مزرعته او يشتري بطاريات مستعمله زي الجديد بالظبط واحلى من الجديد. وانا جربت اول ما فكرت ان انا احتاج من بطاريات من عندك، جربت من عندك وفعلا مهتم بالصاج ومهتم بالحاجات اللي هي مفيش حاجه جات لي بايظه، مفيش حاجه جات لي مكسره متوسخه، مفيش الكلام ده. اللي اختلفنا عليه بس كان صاج الصرف، كان مفيش صاج صرف وكنت باعت لي بعدها مشمعات تقيله يعني، وهو ده اللي اختلفنا عليه. بس الشغل نفسه جميل. وعلى فكره كلامك كله يعني صادق، مفيش كدبه واحده، لان انا في المجال وعارف ايه اللي بيدور وايه اللي بيحصل. انت فعلا انت قلت اللي هيشتري مني بطاريات مستعمله بنص سعر الجديده اما يجي يبيعهم، لو هو شاريهم ب 25 هيبيعهم ب 20. لا انا عايز اقول لك ان في واحد صاحبي خد منك بطاريات وباعهم باغلى من سعرك اصلا باعهم لحد في الصعيد باغلى من سعرك اصلا، فاهمني؟ ف لو انت عملت يلي بتسمعنا ومحتاج بطاريات، بس استاذ سيد سلامه في دمنهور، فانت لو احتجت بطاريه واحده ممكن مش عارف ممكن يبعتها لك ولا لا، بس هتكلفك لو هو مش بينزل اسكندريه مخصوص. فانت لو محتاج كميه مثلا وعايز تروح له وتشوف الشغل عنده مفيش مشكله، عايز تتكلمه وعايز تشوف شغله على اليوتيوب على الفيسبوك في اي حته اكتب شركه الاتحاد سيد سلامه بس، وهيجي على جوجل على اي حته هيجي لك كل شغله. واحنا برضو بالنسبه لنا لو انت عملت سيرش او بحث على مزرعه مايوركا على جوجل على فيسبوك على يوتيوب على اي حته، على يوتيوب هتعرف توصل لقناه اليوتيوب بتاعتنا، على فيسبوك هتوصل للصفحه بتاعتنا. احنا برضو اول ناس تبيع سلالات عمر شهر وسعرها كويس جدا، وبيها هتبتدي بدايه بسيطه زي ما استاذ سيد قال ان اخش واتعلم، واحنا بنقول كده. واحنا مش عايزين نبيع ياما، احنا بننصح الناس خدوا انتيتين ودكر عمر شهر بس، والقفص والاكل بتاعهم والحاجات بتاعتهم، وجربوا وشوفوا الطريق هيوديكوا فين، وان شاء الله في خير جاي. احنا ننزل رقم موبايل استاذ سيد كمان، اللي حابب يكلمه، اللي حابب يعمل يبعت له على الواتساب، يبعت له الصور، اي حاجه. وانا بتمنى ليكم وبتمنى لاستاذ سيد سلامه التوفيق ان شاء الله. وهتلاقوا السلسله بتاعتنا دي كلها على اليوتيوب، جايبين ناس تقيله قوي تقيله قوي في المجال وفي البيزنس عموما،
لانك انت لو هتبدا بيزنس، انت في بديهيات هتقدر تاخدها من اي حد في اي مجال، في بديهيات كده هي ثابته في كل، لو هتفتح محل فراخ هي في حاجات كده ممكن تاخدها من استاذ سيد اللي عامل شركه البطاريات اللي بيتحرك في ملايين. حاجه زي كده في شغلي مثلا، ممكن هتفتح مثلا مش عارف ايه، هتاخد مني كلمه ممكن تفيدك، ممكن تغير مسارك، انا كلمه غيرت مساري. فبشكركم جدا، ولو حابب حضرتك تضيف حاجه يا استاذ سيد يبقى يا ريت، وبس انا تمام. سلام. انا طبعا اللي بشكرك جدا يا استاذ محمد على اللقاء الجميل ده والاسئله الجميله دي اللي ممكن حد يستفيد منها زي احنا بنستفيد من اساتذتنا ومن اخواتنا سواء كبار او صغار، كلنا بنستفيد من بعض ومن التجارب، واهو دردشه برضه في نفس الوقت. وبالنسبه لحته البطاريات، احنا حتى لو حد طالب بطاريه في الصعيد بنبعتها دلوقتي، لان احنا دلوقتي بنتعامل مع مكتب البراك للشحن وكده. فبنسلمه النقله بتاعت العربيه وهو بيوزع بقى في بطاريه رايحه المنوفيه وبطاريه رايحه اسيوط وبطاريه رايحه سوهاج وهكذا يعني. لان عربيتي مش هتقدر تروح الاماكن البعيده دي، فتعاقدت مع مكتب الشحن ده هو اللي بيوصل بقى الطلبات دي. ده بالنسبه لنقطه التوزيع لو حد عايز حاجه بسيطه يعني. وبالنسبه للتواصل معانا، فانا صفحتي على الفيسبوك باسم انا السيد سلامه المحامي، وقناه اليوتيوب مكتوبه باسم شركه الاتحاد للانتاج الحيواني. دي طريقه التواصل معايا، ورقم التليفون اكيد حضرتك هتكون كاتبه يا استاذ محمد برضه على الفيديو. اي حد يتواصل معانا سواء للاسئله او للاستفسارات او للدردشه انا تحت امره. وبستغل الفيديو ده لو في ناس بتسمعنا من اللي اتعاملت معانا. زي ما قلنا في 90% بيحبونا وفي 10% زعلوا مننا. فانا بعتذر لاي حد زعل مننا قبل كده، انا عمري ما قصدت ان انا ازعل حد. دايما بيكون الزعل غير مقصود، لان احنا والله بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل افضل شيء ونرضي الجميع. فلو حصل مشكله هو ما اداش فرصه لنفسه ان هو يتواصل معايا حتى مثلا ويسمع مني، كان ممكن ساعتها نبقى حبايب ما اقتربت نبقاش صلاة زعلانين من بعض. المغرب. بس هو قفل الطريق ده، فبالتالي انا كمان في عز انشغالي ما دورتش، فبقى هو زعلان مني من غير انا ما اعرف. وهكذا صارت الحياة. لا انا ما بحبش كده. انا بحب الكل يكون مش زعلان مننا ويكون حبايبنا، زي ما احنا متعودين من الناس دايما ان هم يقولوا والله دول ناس ولاد اصول والمعامله معاهم كويسه. بحب دايما اكون مع الكل كده. لو حصل وواحد في المية بس من اللي اتعاملنا معاهم زعل مننا، فوالله كان بدون قصد، وبعتذر له ويتقبل اعتذاري لو بيسمع الفيديو. اي شخص ايا كان انا اعرفه او مش ما عرفتوش بسبب انشغالي او كده، بس هو زعل مني في حاجه، او حد سالني سؤال وانا ما ردتش عليه، او حد بعت لي رساله وانا ما ردتش، او حد اتصل وانا ما ردتش، كل الناس دي انا بعتذر لها. وبتمنى للجميع التوفيق. وبتمنى لك يا استاذ محمد ربنا يوفقك في حياتك، انت راجل برضو دماغك حلوه في الاستثمار، فربنا يوفقك. وان شاء الله احنا مكملين وننفذ طموحاتنا زي ربنا ما كتبها لنا وبتدبيره، كل حاجه بوقتها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.